سعد محمود حنفي عبد العزيز. قررت المحكمة عرض المتهم سعد محمود حنفي عبد العزيز وأوراق علاجه المقدمة منه بجلسة اليوم لتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي للوقوف على حالته الصحية التي يعاني منها، وما إذا كانت تلك الحالة تستلزم تناول مادة الترامادول من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان المادة التي يوصى بها لتناول تلك المادة المذكورة، ويحرر تقرير طبي مفصل بذلك الأمر. وحددت جلسة 25/11/2024 لإيداع التقرير مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة المحددة. رفعت الجلسة. محمد